اياكي ترفضي عريس داخل البيت من بابه عشان حتة واحد بيكلمك في التليفون. انا قلت مليون مرة، بابك لازم يبقى موارب طالما مفيش دبلة في ايديكي. يعني ايه؟ يعني طالما انا مش مخطوبة مش متجوزة يبقى بابي لازم يكون موارب. يجي عريس اقعد معاه، يجي 10 اقعد معاه. من حقك الرؤية الشرعية. يعني ايه؟ يعني من حقي حتى لو انا بكلم لي واحد ولا بحبه، طالما عايزك يجي يدخل البيت من بابه زي اللي اتقدم. بلاش الحيل، بلاش الرجاله يضحكوا عليكم بحته اصل انا مش معايا الذهب، استني معايا، اصل انا امي محبوسه، ابويا عليه قضيه، اخويا مخطوف. الكلام ده كله دي حيل. الراجل لما بيحب بيعوز انه يتقدم لك اكتر ما انت اللي تحاولي، بيسعى. لو مش معاه حق الدبله صدقيني بيستلفها. لو عنده مشكله في البيت بيحلها ويجي. اي واحد يقول لك استنيني استحمليني، لا استني مامتي، لا اختي بتولد، لا ابويا محبوس، كل بلا 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 بلا، كذاب. ايه المنطق اللي يقول لي ان انا اقعد قصاد واحد بيتكلم في التليفون يحب فيا طول الليل وبحبك وبموت فيكي ويجيب لي ورد، وارفض واحد داخل البيت من بابه بيشتريني قدام العالم كله، بيلبسني دبله، بيعززني. بلاش تبقي مغفله. المغفله ما تتابعنيش اصلا. الريل ده مهم جدا. اي واحده مغفله ما تتابعنيش. انت عايزاه وهو عايزك يدخل البيت مش جاهز بيجهز، مش معاه فلوس بيعمل جمعية، مش معاه فلوس الدهب بيستلفها من خاله. مفيش راجل حاجة بتوقفه. اللي توقفه حاجة ده كذاب.